هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى علم مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. السلام عليكم ورحمة الله، مستمعي ومستمعات إذاعة صوت المنتدى داخل الوطن المكلوم وخارجه. هذا صلاح محمد زين يحييكم ويرحب بكم في ساعة اليوم الأربعاء 10 من شهر فبراير. كالمعتاد سأوافيكم بعد فاصل موسيقي بنشرة الأخبار التي أعدها لكم الزميل يوسف بوليسي، ثم تستمعون وبصوته إلى تقرير إخباري عن المؤتمر الرابع لحركة الشباب الإريتري للتغيير بسويسرا. يليه التعليق بعنوان تحقيق العدالة مطلب الشعب الإريتري وليس مؤامرة كونية، بقلم الزميل محمد علي موسى. وفي لقاء المنتدى لهذا اليوم نستضيف كلا من الكاتب ومدير موقع عواتي.com الأستاذ صالح جوهر، والأستاذ إدريس همد القيادي بجبهة التحرير الإريترية، للحديث عن آخر مستجدات اعتقال سلطات الأمن السودانية للمناضلين حسين خليفة وعبد الله حمدوي. أرجو لكم متابعة مفيدة لساعة صوت المنتدى. صوت المنتدى.
هذه نشرة الأخبار وفي مستهلها أبرز العناوين: استمرار الحجر على أموال المواطنين وإجبار أصحاب البيوت على تأجيرها بأسعار زهيدة. سلطة الاستبداد تستخدم صينيين للقرصنة المعلوماتية على الإريتريين. إلى تفاصيل الأخبار. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى في أسمرة بأن إدارات أحياء العاصمة تقوم بالتضييق على المواطنين واختلاق الأزمات بشكل مستمر، فقد شرعت في تقنين صرف الأموال المحتجزة بالبنوك بطلب تعبئة نموذج السحب النقدي مع ذكر الأسباب والحاجة للمال، مما خلق حالة من التذمر الشديد في أوساط المواطنين. وزاد الأمر سوءا حالة المحسوبية التي تفشت بين الموظفين الذين يسمحون بصرف الأموال، إلى جانب تهديدات رجال الأمن العاملين في هذه الإدارات للمودعين. كما أجبرت الإدارات أصحاب البيوت على تأجير منازلهم بأسعار زهيدة تتعارض مع القوانين والشرائع التي أصدرتها سلطة النظام الاستبدادي حول إيجارات البيوت والأحكام التي تقيدها. ونجم من تصرفات هذه الإدارات حدوث أزمة حادة بين المؤجر والمستأجر، فضلا عن الشروط والإشكالات التي تفتعلها هذه الإدارات، مثل تعبئة النماذج في فترة وجيزة دون إعطاء فترة كافية للمواطنين. قامت إدارة معتقل عد أبيتو سيء الصيت في 6 من هذا الشهر بتسليم 13 سيارة خاصة بمعتقلين تحتجزهم عندها لأسباب مجهولة إلى إدارة النقل الحكومي، والتي قامت بدورها بتوزيعها فورا على رجالات الأمن. ويعاني المعتقلون بعد أبيتو وميسروة من أوضاع غاية في الصعوبة لسنوات دون توجيه تهمة أو تقديمهم لمحاكمة، كحال كل المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام الاستبدادي المنتشرة في جميع أنحاء الوطن. وتشير مصادرنا أن النظام الاستبدادي بدأ في مصادرة السيارات والهواتف الجوال الخاصة بالمعتقلين واستخدامها من قبل القائمين على هذه المعتقلات دون رادع قانوني أو إنساني. كما تشير نفس المصادر إلى أن أغلب المعتقلين بعد أبيتو وميسروة تم اعتقالهم بتهم الهروب من البلاد والتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. تشير الأنباء الواردة إلينا من الداخل بأن النظام بدأ في تكثيف نشاطه المتعلق بالقرصنة على المعلومات، وذلك من خلال استئجاره لقراصنة متمرسين من الصين، والذين شرعوا منذ بداية هذا العام بالدخول إلى الحسابات الخاصة والإيميلات والهواتف النقالة وتفتيشها والتجسس على الأشخاص بالاتفاق مع فرع يختص بنفس المهام بالعاصمة أسمرة. وحذرت مصادرنا المواطنين من هذه الأعمال التجسسية الهدامة، ونصحتهم بإعادة تجديد حساباتهم وتغيير كلمات المرور بأسرع ما يمكن، تفاديا لشرور هذا النظام الاستبدادي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. وفي نفس السياق قامت سلطات الاستبداد خلال هذا الأسبوع بتقليص قدرة توزيع خدمة الإنترنت لكي يتسنى لها مراقبة المؤسسات والأشخاص الذين يستخدمونها في الأوقات المسائية، وتجميع المعلومات وتفكيك رموزها لقضايا أمنية بحتة، في محاولة للتعرف على الحراك المقاوم الذي بدأ في تنظيم نفسه والتحضير لوضع اللمسات الأخيرة الكفيلة بإسقاطه والقضاء عليه. نهاية النشر. حركة الشباب الإريتري للتغيير بسويسرا تنهي أعمال مؤتمرها العام الرابع بنجاح. عقدت حركة الشباب الإريتري للتغيير بسويسرا بتاريخ 6 من الشهر الجاري مؤتمرها الرابع بنجاح كبير،
وفي ظل الأوضاع الصعبة والحرجة التي تهدد وحدة شعبنا تهديدا وجوديا، إضافة إلى المنعطفات والمطبات الخطيرة التي بدأت تعصف المجلس الوطني الإريتري، وبالمقابل تخبط وترنح النظام وقرب انهياره، توافد أعضاء حركة الشباب الإريتري إلى مكان المؤتمر. وقد بدأت فعاليات المؤتمر بتاريخ السبت الموافق 6 فبراير في تمام 2:00 مساء بمدينة زيوريخ، بحضور عدد كبير من الجماهير الإريترية. وقد تم الافتتاح بوقفة احتجاجية لمدة دقائق ندد فيها المؤتمرون العملية الأخيرة التي قامت بها السلطات الأمنية السودانية بحق كل من المناضل حسين محمد علي خليفة رئيس جبهة التحرير الإريترية ورئيس القيادة المركزية للتحالف، وزميله المناضل عبد الله صالح حمدوي عضو القيادة بجبهة التحرير الإريترية، وأردفها بعد ذلك فقرات ترفيهية وأناشيد وطنية وثورية وسط حماس وتفاعل كبير من الحضور. واستهل السيد عمر طه رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للحركة حديثه بالترحيب بالمؤتمرين، وحيا مشاركتهم المستمرة في جميع الفعاليات، وأشار إلى أن مؤتمر الحركة هذا هو محطة جديدة في العمل الشبابي التي راكمت تجربة تمتد إلى 5 سنوات كانت فيها الحركة رغم الظروف الصعبة التي واجهتها ملتصقة دائما بهموم شعبنا وقضاياه العادلة والمصيرية. وأكد أن المؤتمر العام الرابع للحركة سوف يظل علامة بارزة في تطوير النشاط والبرامج لتكون الحركة كقوة مانعة ونشطة لخدمة شعبنا والوطن الذي يسكن قلوبنا ونشد عليه بالنواجذ. وقال: لم ولن نتركه بيد أفورقي وعصابته المستبدة، وهذا المبدأ الذي رسمناه وأكدناه في مؤتمراتنا السابقة للحركة. وفي ذات المنحى أشار السيد عمر طه بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قامت بدقة وعمل مدروس بإعداد مسودة النظام الأساسي والعديد من الأوراق المصاحبة لها بما يتناسب مع نشاط وبرامج الحركة للفترة القادمة. ونوه في حديثه بأن الإعلام هو الوسيلة الوحيدة والجيدة في توصيل المعلومات، فإن اللجنة التحضيرية قامت بمتابعة نتائج كل الجولات التي قامت بها اللجان المساعدة للتحضيرية والتي شملت العديد من المدن السويسرية ونشرها في المواقع الإلكترونية. وختام حديثه تقدم بالشكر إلى كل اللجان التي أشرفت على التحضير، وتمنى للجميع نجاح المؤتمر وأن يخرج بقرارات تلبي تطلعات شعبنا. وبعد ذلك قدم الرئيس اللجنة التنفيذية السابق السيد ناصر أحمد دين تقرير مفصل عن أنشطة الأمانات المختلفة في الدورة السابقة نالت استحسان الجميع، وأكد رغم التحديات الصعبة التي واجهتها الحركة إلا أنها تجاوزتها بفضل وعزيمة الشباب. ودعا أعضاء المؤتمر كافة المعارضة الإريترية والقوى الشبابية الحية في مرفع وتيرة نضالها حتى تتمكن من إنهاء معاناة الشعب الإريتري. كما ناشد أعضاء المؤتمر الدول الإقليمية والدولية للتشديد على نظام الهكدف من خلال تنفيذ القرارات والعقوبات الدولية المفروضة عليه. وفي الختام قام سكرتارية المؤتمر بتدوين جملة من القرارات والتوصيات كان أهمها ما يتعلق بأوضاع الساحة الإريترية، حيث أكد المؤتمرون أنهم تابعوا بكل اهتمام التحركات واللقاءات التشاورية الأخيرة التي جمعت بعض التنظيمات الإريترية المعارضة بالتنسيق مع المنتدى الإريتري للحوار والقوى السياسية والمدنية الأخرى في العاصمة الكينية نيروبي، وما صاحبها من تشكيل الهيئة المؤقتة للاتصال التي تقوم بإعداد لقاء آخر يجمع كل الأطياف السياسية الإريترية لتقريب وجهة النظر لجدولة الحد الأدنى من التوافق توحيد الخطاب السياسي الذي يلبي متطلبات عملية التغيير الديمقراطي المرتقبة. وعليه ترى حركة الشباب الإريتري للتغيير إن هذه التحركات الساعية لترتيب البيت الداخلي لكل التنظيمات والأطياف السياسية الإريترية الأخرى دون إقصاء أو تهميش إنها خطوة جيدة تستحق الإشادة. وفي الختام قام السكرتارية المؤتمر الذي عقد تحت شعار على العهد نسير حتى تحقيق التغيير بتدوين جملة من القرارات والتوصيات الأخرى
التي من شأنها أن تساعد في نجاح العمل في مرحلة مقبلة. من ثم اختتم المؤتمر أعماله بانتخاب المجلس المركزي للحركة، والذي يتكون من 21 عضوا تنبثق عنه لجنة تنفيذية من 7 أعضاء. مثل هذا الفلاح وكل تلك الجراح ليس الكلام ضاع المبدع في النجاح وحدة كل الأصوات الرفض والفلاح. صوت المنتدى. تحقيق العدالة مطلب الشعب الإريتري وليس مؤامرة كونية. في هذا العام الجديد 2016 نرى أن أولى مهام سفارات دولة إريتريا بالخارج إعداد برنامج تتصدى من خلاله للجنة الدولية المكلفة بمهام التحقيق في حالة حقوق الإنسان في إريتريا، حيث أعدت من قبل الحكومة الإريترية المادة التعبوية التي تقدم لقطاعات الشعب الإريتري، وهي مادة مفعمة بشعارات الحفاظ على الوطن والسيادة المفترى عليها. هذا الوطن الذي تمت على أرض الواقع عملية تجريفه لعقود عجاف من خلال سياسات حكومة الدكتاتور. فالحكومة طلبت من أتباعها ومؤيديها نفيرا إغاثيا عاجلا غير آجل ليبعثوا برسائل مكتوبة أو مسجلة بالفيديو إلى اللجنة الدولية حول حقوق الإنسان في إريتريا، يعربون فيها عن رفضهم لتقريرها، على أن يتم ذلك عبر كافة الوسائل وبلغات التجرينيا والإنجليزي وحتى العربي، مستنفرة بعض التبع بمفردات محشوة تهويلا وتخويفا، ومستنجدة بشعارات مثل كرامة الوطن وسيادته الوطنية، مذكرة بأنها في سبيل إنجاح الحملة كونت لجان عديدة ومخططات لكيفية إيصال هذه الاحتجاجات إلى الجهات المعنية بالأمم المتحدة، موصية في ذات الوقت بعدم الاستسلام إلى اليأس. من خلال وقوفنا بالتحليل على الخطاب الموجه ضمن هذه الحملة نخلص لجملة من المفاهيم المغلوطة التي اعتاد النظام على تسويقها والتدثر بها. أولا، إن مطلب إحقاق العدالة في إريتريا هو مطلب الشعب الإريتري بالأساس وليس مطلب أي جهة أجنبية، فالذي يختطف ويعتقل ويقتل هو الشعب الإريتري وليس أي شعب آخر، وأن الذي حرم من الحريات ومن إدارة شأنه الوطني وتمت خيانة أمانة شهدائه وشرد في أسقاء المعمورة هو الشعب الإريتري وليس جهة أجنبية.
لهذا من الطبيعي أن يكون العدل ودولة القانون وضبط الجناة ومحاكمتهم مطلبا شعبيا في إريتريا. قولنا أن مطلب العدالة هو مطلب الشعب الإريتري بالأساس ليس حديثا نظريا طوباويا، فعشرات الآلاف من أبناء شعبنا في معتقلات الاغتيال لمطالبتهم بدولة العدالة، وأكثر من 1,000,000 إريتري شرد من وطنه لغياب العدالة. وكما هو معلوم أن حق التظاهر السلمي في إريتريا ممنوع، بل يعد جرما وخيانة وطنية تؤدي بمن فكر فيها إلى مكان خلف الشمس. أما دول الحريات وحقوق الإنسان شهدت موجات بشرية إريترية تظاهرت مطالبة بدولة القانون في إريتريا، فمن كل أوروبا وأمريكا والشرق الأوسط واستراليا تجمعوا في جنيف بسويسرا وفي نيويورك بأمريكا لتذكير المجتمع الدولي بحقهم في الحصول على التضامن الدولي ومناصرة حقهم الإنساني. فتحقيق العدل والديمقراطية وسيادة حكم الشعب ليس ضد إريتريا وليس ضد سيادتها، بل هو صمام الأمان لسيادتها ووحدة شعبها. لهذا إن مطلب تحقيق العدالة في إريتريا هو مطلب الشعب الإريتري وليس مؤامرة كونية. ولا نود أن نقول أن المؤامرة الكونية إن وجدت هي التي تبقي نظام حكم الفرد المستبد في إريتريا حتى الآن. ثانيا، ظلت الحكومة غير الشرعية في إريتريا تردد على الدوام إما أن يسود حكم الزعيم أو الوطن والوحدة الوطنية في خطر، أي أنا ومن بعدي الطوفان. وللحقيقة تعد هذه المفاهيم قديمة وبالية ونظريات ديكتاتورية عفى عليها الزمن، لكن وللأسف بحكم أن الأنظمة الشمولية تعمل في التجهيل بشكل ممنهج يربك خطابها بعض قطاعات الشعب. نحن الآن كشعب ووطن في حالة طوفان ناجمة من سياسات الزعيم الأوحد، وهذا أمر غير خاف عن كل عين بصيرة ومبصرة. فالوطن السيادة فيه ليست للشعب، والكثير من أحراره تحت الأرض، وحرمة ترابه منتهكة عمليا لأكثر من عقد من الزمن، وسلمه الاجتماعي تضرر كثيرا جراء سياسات فرق تسد. أما الألغام الإضافية التي ستنفجر بعد الطاغية ما هي إلا من زراعته بالأساس. وهنا من نافلة القول التأكيد بأن الحريص على سيادة إريتريا ووحدة شعبها هو الشعب الإريتري الذي ضحى من أجلها بفلذات أكباده، وليس هذا الزعيم أو ذاك. ثالثا، يتم الحديث من قبل الحكومة بأن الرئيس والحكومة والدولة وكأنهم شيء واحد يتماهى مع بعضه البعض تحت اسم إريتريا، وذلك بهدف الاستثمار في العاطفة الإريترية الجياشة حيال هذا الوطن، فضلا عن استثمار الحكومة في التجاهل الدولي غير المبالي تاريخيا بقضايا شعبنا. لهذا نجد خطاب الحكومة يكيل الاتهامات للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عدم إيرادها في تقريرها فقرات عن الانتهاكات الإثيوبية لحقوق الإنسان في إريتريا خلال مرحلة الاحتلال، في إيماءة بائسة تسعى من خلالها للتدليل على أن إريتريا هي المستهدفة، لتعزز في الذاكرة الاجتماعية للشعب الإريتري المخزون المرير حيال التجاهل الدولي الذي كان إبان الكفاح المسلح. ومن جهة أخرى نجد خطاب الحكومة الإريترية يغوص في عمق النسيج الاجتماعي الإريتري بلغة إيحائية مفخخة ليبدأ من خلالها فرز الأكوام، إذ نجد في خطابه حديثا عن الأكثر نضالا والأكثر استشهادا وما إلى ذلك. كما نجد حكومة الطاغية وبجرأة لا تحسد عليها تصف الشعب الإريتري الذي تقدم بشهاداته أمام لجنة التحقيق الدولية بأنهم أناس غير معروف مواطنتهم وهوياتهم وأماكنهم ووظائفهم، وفي سياق نحيقها هذا أشارت إلى معسكرات في إثيوبيا وجيبوتي، وتهكمت كذلك على التقرير الذي اتهمها باضطهاد الكنامة والعفر، وفي كل ذلك رسائل تجسد بها سياسات فرق تسد.
يذكر أن اللجنة الدولية وبعد أن منعتها الحكومة الإريترية من تأشيرة الدخول إلى إريتريا التقت بالعديد من الإريتريين في أنحاء متفرقة من العالم بهدف الوقوف على إفاداتهم، وخلصت إلى أن حالة حقوق الإنسان في إريتريا ترقى إلى مصاف جرائم ممنهجة في حق الإنسانية. إن ما يمر به النظام الاستبدادي في إريتريا هي حالة ذعر حقيقية، وهي حالة مشابهة لكل حالات العد التنازلي للأنظمة المشابهة، وهو ليس النموذج الاستبدادي الوحيد، فالتاريخ القريب قبل البعيد علمنا الكثير عن خصائص وملامح وخطوات نظرائه من الأنظمة المماثلة وطريقة خروج أنفاسها الأخيرة. إن استحكام الرفض الشعبي بالداخل يتجلى في صور شتى، وتكتمل حلقات هذا الاستحكام بالتظاهرات الإريترية في الخارج، والتي ظلت طوال العام الفائت تهتف بأعلى صوتها: لا للاستعباد، نعم للحرية، لا للاستعباد، نعم للعدالة. وأخيرا نذكر فخامة الرئيس بأن الجزاء من جنس العمل، وأن حصاد الزرع من جنس النبتة. بقلم محمد علي موسى. والنجود هناك خلف الثلة وتومض الحدود، هناك خلف الثلة وتومض الحدود. إريتريا 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 السهول والنجود، جبالها تغفو على صدر الهوى، جبالها تغفو على صدر الهوى، ونسمة تتيه في الوريد. أمانة الشهيد، أمانة الشهيد. أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعي ومستمعات الأكارم. في لقاء المنتدى لهذا المساء نستضيف الأستاذ المناضل صالح جوهر، المعروف بصالح قاضي، كاتب وزميل صحفي ومؤسس ومدير موقع عواتي.com، والأستاذ المناضل إدريس همد، القيادي بجبهة التحرير الإريترية. أهلا ومرحبا بكما في إذاعة صوت المنتدى، وشكرا لتواجدكما معي في ساعة يوم الأربعاء. أهلا وسهلا صلاح، شكرا. مرحبا الأستاذ صلاح، شكرا لك وشكرا لإذاعة المنتدى لإتاحة هذه الفرصة. سنتحدث ضيوفي هذا المساء حول قضية شغلت الساحة السياسية الإريترية هذه الأيام، وهي إقدام السلطات الأمنية السودانية في 30 من يناير الماضي باعتقال المناضل الكبير حسين خليفة، رئيس اللجنة التنفيذية لجبهة التحرير الإريترية ورئيس القيادة المركزية للتحالف الديمقراطي الإريتري وعضو المجلس الوطني للتغيير الديمقراطي الإريتري، والمناضل عبد الله حمدوي، عضو اللجنة التنفيذية للجبهة وعضو المجلس الوطني الإريتري. أبدأ بك الأستاذ إدريس همد، كيف تم ولماذا اعتقال المناضلين حسين وحمدوي؟ شكرا الأخ صلاح، التحية لك والتحية للزميل والأخ صالح جوهر. الحقيقة طبعا كما هو معلوم لدى الكثير من المتابعين للشأن الإريتري العام ومن القضية التي نحن بصدد الحديث حولها، وهو في 30 من الشهر الماضي تم استدعاء المناضل حسين الخليفة إلى أحد مقرات الأمن الوطني السوداني، وتم احتجازهما في موقع غير معلوم، ثم لحق به المناضل عبد الله صالح حمدوي وهو عضو المكتب التنفيذي كما ذكرت أيضا من موقعه في كسلا، وتم إلحاقه بزميله في الخرطوم. الحقيقة السلطات السودانية لم توضح أسباب الاعتقال، ولم تقل لأنها لهذه الأسباب نحن تم الاحتجاز واعتقال المناضلين المذكورين. نعم. بينما بعد الأحداث ترشح وتقول أن هنالك عوامل أخرى سياسية مرتبطة بعلاقة السلطة في الخرطوم بعلاقتها الوطيدة مع نظام أسمرة، وكل هذه القضايا ارتبطت وتم استدعاء المناضلين. إلى الآن نحن في جبهة التحرير الإريترية لم يأتينا أي توضيح رسمي من السلطات السودانية لأسباب اعتقال
المناضلين المذكورين. هذا ما أحب أن أقوله في هذا الشأن. طيب، كجبهة وقياداتها، هل تعلمون أين تم اعتقالهم أو أين يحتجزون الآن؟ نعم، أحيطنا علما بموقع تواجدهما، ونعرف أن هم موجودين في موقع محدد في إحدى مقرات الجهاز الأمن الوطني. طيب، سأعود إليك لمزيد من التفاصيل حول الأسباب. أذهب إلى أمريكا والأستاذ صالح جوهر. أستاذ صالح، فلنبدأ بعلاقتك بالمناضل حسين خليفة. من هو حسين خليفة المناضل والإنسان بالنسبة لصالح قاضي؟ والله طبعا أنا تلميذ الجبهة، وهو أحد الأستاذ حسين هو أحد أساتذتها وقادتها. ولكن علاقتنا كانت محصورة في ذلك الوقت بعلاقة عضو عادي أو عضو بسيط، شاب بسيط التنظيم وقائد. فما أقدر أقول إن كان العلاقة وطيدة. ولكن بعد في التسعينات عندما تم تأسيس تحالف، وخاصة عندما كنت أحضر لمقابلة القائد عبد الله إدريس، نعم، اتصلت فيه، ومن ذلك الحين توطدت علاقتنا وعلى اتصال مستمر للتشاور، وطبعا اتصل فيه للتشاور ولكي يرى آرائه في بعض الأمور، واستفيد من حركته السياسية وصبره وفهمه العميق في سياسة المنطقة. جيد. هذا هو حسين بالنسبة لي. جيد. أستاذ إدريس، تفضلت أو ذكرت بأن السلطات السودانية أو السلطات الأمن التي اعتقلت المناضلين حسين وحمدوي لم يذكرا أسباب الاعتقال. هل هناك ما يستدعي اعتقالهما لهذه الفترة من 30 حتى اليوم 10 من فبراير؟ من جهتكم هل تروا أن هناك ما يستدعي لذلك؟ في حقيقة الأمر نحن إلى الآن في حالة من الذهول، لأننا حقيقة لم نرى أي وجاهة لهذا الاعتقال. نعم. لم نرى ذلك يعني نعم. أولا لأنه لم تكن هنالك زي ما تقول يعني ما في حاجة واضحة هم طرحوها لنا وقالوا والله يا أخي لأنه في مخالفات يعني ترتبط بأمنهم الوطني وغيره حصلت، وبالتالي نحن يعني نجزينهم لهذه الأسباب. لم يذكر الجهاز أي شيء من هذا القبيل، وهذا في حد ذاته مدعاة للتساؤل ومدعاة لأن نعرف لماذا هذا الفعل، لماذا أقدمت عليه السلطات السودانية باعتقال المناضلين. نعم. أستاذ صالح، إعلاميا هذا الحادث وجد تغطية نستطيع أن نقول يعني لم ترى أو تغطية غير مسبوقة. لماذا في رأيك كإعلامي ومدير موقع؟ والله بصراحة اعتقال سجن حسين خليفة وزميله هو عار في جبين المعارضة، وعار في جبين الشعب الإريتري، ثم عار في جبين سكان شرق السودان من أهلنا. والمسؤولين السودانيين يعرفون بأن ما يقاموا به هو إهانة صريحة للذات الإريتري، وضرب على عرض الحائط بالاحترام المتبادل بين الشعوب السودانية والإريترية. ولا يكفي بأنهم باعوا القضية الإريترية بثمن بخس حتى يعني توصل الأمور إلى هذه الحد. فالتعدي على كرامة حسين يعتبر التعدي على كرامة الثورة الإريترية، وهذه يعني هو التعدي على رموز عزة الإريتريين وقادة النضال الذي يخوض من أجل الانعتاق من براثن الاتحاد، وأنا أراه كتعدي على الذات الإريتري. أستاذ إدريس، طبعا قلنا التغطية كما تشهدوها أنتم في الجبهة، وكانت تغطية يعني تستحق أو يستحق المناضلان ذلك، ولكن كثير ما يحدث في السودان يتم استدعاء قيادات وأقطاب المعارضة، وأحيانا اختطاف ومناضلين يعني ووجهتهم حتى الآن لا تعرف، مثل المناضل محمد علي إبراهيم من حزب الشعب وكثير من المناضلين.
هل ترى أن الضجة الإعلامية أو التغطية الإعلامية كافية لإطلاق سراحيمة؟ هل هناك أولا على مستوى الجبهة جهود مبذولة لإطلاق سراحيمة؟ شكرا الأخ صلاح. حقيقة في أكثر من جهد مبذول وأكثر من حراك هنا وهناك لإطلاق المناضلين، ونحن في الجبهة اتصلنا بكل السلطات السودانية وشكلنا حالة يعني الضغط بحيث أنه المناضلين يرى النور يعني. هذا جانب، وهذا الجهد وهذا المسعى ما زال قائما وما زلنا نتوقع بين الحين والأخرى أن يكون هنالك ثمرة لهذا الجهد إن شاء الله. فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، هذا يعني أنا في تقديري مع الشكر والتقدير لكل من قام بهذا الجهد، إلا أنه كان يمثل بالفعل يعني وقفة حقيقية من القوى الحية في المجتمع الإريتري ودورها في يعني إسماع صوت المعارضة الإريترية بشكل عام وإسماع الرأي العام العالمي والدولي تجاه ما تعانيه القضية الإريترية، وباعتبارها قضية أصبحت منسية، حالة الفوضى والدكتاتورية القائمة في إريتريا. الكل يعلم أنه هذا يعني عمل يعني كما يقولون عمل فيه الكثير من التجني على الحالة الإريترية، وبالتالي أنا أعتقد يعني ما قامت به هذه القوى كان عملا مشرفا وعملا رائعا بكل ما تحمل هذه الكلمة. جميل، ولكن في نفس الوقت الإنسان يحس بالأسف بأنه يعني قرابة ربع قرن من العمل المعارض في السودان بعد التحرير ومن قبله طبعا من الستينات، القوى السياسية الإريترية اللي هي معارضة الآن، نتحدث عن القوى السياسية خارج إريتريا، لم تستطيع أن تفتح قنوات أو أن تكون المشرف لعملها أو الساند أو الداعم لعملها قوى سياسية أو سلطة عليا في الدولتين إثيوبيا وإريتريا. التعامل أمني حتى الآن مع المعارضة الإريترية بدليل أن ضابط أمن أو جهة أمنية تستدعي قطب من أقطاب المعارضة. فالسؤال اللي موجه لكليكم الأستاذين، هل عجزنا أن يتعامل معنا أو تتعامل معنا أجهزة أعلى مستوى من أجهزة الأمن؟ طبعا شيء مؤذي أن لا يكون لدينا تأثير في مراكز القوى السودانية. ولكن لا تنسى بأن المعارضة اليوم لها مبادئ وأخلاق، وإن لم يكن كذلك نعرف بطبع السودان التي اشترتهم بعد معارضات سابق بالخمور والتعريف، آسف على الكلمة. لو المعارضة استعملت تلك الوسائل لكان من السهل أن تستحوذ على رداهم، ولكن الحمد لله المعارضة اليوم لا تستعمل هذه الوسائل، وإلا لكان من السهل حتى يحترمه. لكن حتى يحترمك القريب والبعيد يحتاج أن يكون عندك ساعد قوي، وبعض الأحيان هذه من ضرورة النضال، وإلا لا أحد يعتبرك. فهذه يمكن نقص في المعارضة، لأنه أصبحت معارضة كلام بس. لأنه في الثمانينات على ما أذكر كان في، أحب أن أسميها موقعة الجمل في كسلة، ويحتاج إلى حركة مثلها حتى لا يتمادى الاستهوان بكرامة الشعب الإريتري، ولا بد أن نوقفه بأي طريقة. هلا شرحت لنا نداء إلى وقفة. ماذا تعني بموقعة الجمل أو ما شبهتها بموقعة الجمل لو شرحتها للمستمع؟ يعني كان نطفة شعبية في منطقة كسلة. نعم. في الثمانينات لما حصل تعدي مثل هذا، وإن كانت أسبابها تختلف، وأعتقد نحتاج إلى وقفات مثلها، وإلا السكوت على المظالم، السكوت على الاعتداءات لا نستطيع أن نجد منها أي فائدة. نعم. أستاذ إدريس، أيضا السؤال لك، كنت بدأت بالإجابة، تفضل. الحقيقة الأخ صلاح ما تفضلت به هو عين الحقيقة. هناك إشكالية حقيقية تقع فيها المعارضة الإريترية والمجتمع الإريتري بشكل عام. نحن كما هو معلوم للجميع نحن مجتمع مسالم في بادئ الأمر، ثم أن
لنا فهم للعلاقة السودانية الإريترية. ذكر الزميل صالح قبل لحظات أن هنالك شعب وأن هنالك المجتمع الإريتري وهو مجتمع ممتد في الحدود السودانية، وهنالك علاقات بين هذه الشعوب، وأنه نقدر نقول أن هنالك شعبين في دولة أو شعب في دولتين. لكن هذا الفهم يعني في وجهة نظري يحتاج إلى إعادة قراءة، لأننا أولا يجب أن نعرف كيف نتعامل، ولماذا هذا القصور، ولماذا هذا التجني علينا. يجب أن نقرأ هذا بشكل جيد حتى نقدر يعني نصل إلى حقيقة هذه المشكلة. هل هنالك قصور حقيقي من المعارضة الإريترية؟ أنا في تقديري مع احترامي للآراء هنا وهناك، القصور لم يكن بالفهم المتعارف عليه، هو فهم القصور الواضح والكبير وكذا، بقدر ما هنالك في قصور حقيقة في فهم الآخرين لطبيعة الواقع الإريتري. لم يشاطرنا الإخوة بأننا مجتمع نعاني من ظلم واضطهاد، بقدر ما فضل الآخرون مصالحهم على. تقصد الإخوة الحكام في السودان يعني؟ الحكام، أنا أتكلم عن الحكام. جيد، يعني حتى تكون الأمور واضحة. أنا خلينا يعني أبلور الفكرة دي لأنه هي جانب مهم في وجهة نظري أخ. تفضل. الإخوة ينظروا إلى مسألة القضية الإريترية من منظار أمني بحت ومن منظار حدودهم السياسية وكذا، ولكن أنا في تقديري حتى هذا الخيار وتعويلهم على أسياس وخياراتهم هذه أنا أعتقد حتى هي فيها نوع من الإشكالية بالنسبة لهم، لأنه نحن نعرف أسياس وطريقة تفكيره ونعلم جيدا أن أسياس لا يكون احتراما للسودان بقدر ما هو ينظر إلى السودان كبقرة حلوب. أنت تعلم والكل يعلم أن السودان هو الرئة الوحيدة التي يتنفس منها النظام الآن للأسف. كل ده حاصل يعني. ودي إشكالية يعني واضحة والكل يعرفها. هل السودان لا يعلم ذلك؟ أنا لا أعتقد أن السودان لا يعلم أن السياسي يحاول يلعب أو يستقل، ولكن طبعا يعني زي ما يقولوا أهلنا بالتقريد حمي وكافل، بمعنى يعني يجب أن تكون هنالك موازنة حتى في طريقة التقييم والتحليل. السودان في حد نفسه يمر بمرحلة بعد انتقال، يمر بمرحلة انتقالية ومرحلة حساسة، يعاني من إشكالات كثيرة، يعاني من حروب وتشظي هنا وهناك. كل ذلك ربما جعل من السياسيين السودانيين أن يضعوا موازنات. أنا في وجهة نظري هذه الموازنات وإن تعاطفنا مع هذه الإشكالية إلا أنها موازنات في وجهة نظري خاسرة وغير صحيحة. غير صحيحة لأن القراءة الحقيقية للواقع الإريتري هي التي تنقذ السودان وتجعل له حليفا حقيقيا استراتيجيا يدافع عن مصالح السودان ويدافع عن مصالحه بالدرجة الأولى. الدفاع عن مصالحنا بالدرجة الأولى أن يكون هنالك حكما راشدا قويا متماسكا يكون فيه الجميع متساوون أمام القانون، وهذا لم يكن موجودا في السودان في إريتريا والكل يعلم ذلك. إذا كان الأمر كذلك على الحكومة السودانية أن تعيد حساباتها بالدرجة الأولى في التعامل مع الشأن الإريتري. إريتريا الحديقة الخلفية للسودان. إذا كانت إريتريا هي الحديقة الخلفية للسودان، على القوى السياسية السودانية أو الذين يتحكمون في مقاليد الأمور في السودان أن يعيدوا قراءة واقع إريتريا والخريطة السياسية في المنطقة. هناك تحول كبير في الخريطة السياسية في المنطقة، كلنا يشاهد ما يدور الآن، كلنا يعرف أنه هنالك مخططات تحاك هنا وهناك تجاه المنطقة وتجاه الخريطة السياسية في المنطقة. السودان يعرف أن السياسة لم يكن في يوم من الأيام حليفا لهذه الخريطة، ويرى أن هذه الخريطة يجب أن تتغير، وربما له أجندته الخاصة في التعامل مع هذا الواقع. أنا في وجهة نظري في أكثر من مشكلة على صاحب القرار أو الذين يتخذون القرار في السودان أن ينظروا إليها بعين فاحصة لمصلحة الأمن القومي السوداني ولمصلحة المنطقة برمتها التي تعج بالكثير من المتناقضات. طيب دعني أكون أيضا في نبدي نوع خلينا نقول من العدل. هل يلام أهل الحكم في السودان بأن ضعف المعارضة الإريترية
هناك من يقول أن ضعف المعارضة الإريترية لم يمكن أهل الحكم في السودان، لم يمكن الخرطوم من أن يجعل منها كرت ضغط لسياس. يعني تعلمون أن سياس يحافظ على علاقة دبلوماسية حسنة وتجاوزت الحسنة كما قلت، هي رئة السودان، النظام يمده، والنظام في الخرطوم يمده بالبترول، يمده بكل شيء، بينما هو يرعى المعارضة السودانية ويدخلها الواحدة للأخرى باتفاقيات. فهل عجزت أستاذ صالح، هل عجزت المعارضة الإريترية أن تكون كرت ضغط في يد الحكومة في الخرطوم ضد نظام سياسي؟ ربما لدرجة ما تقدر تقول انه عجزت، لكن السودان برضو من القضاء انه يكون تحت رحمة نظام سياسي الفترة الطويلة هذه، لانه في حالة الجزاز يستمر النظام الاريتري يبتز النظام السوداني، والنظام السوداني ما حاول يخرج من هذا الابتزاز او يوجد بديل لها او شيء موازي حتى يكون في موازنة بين القوتين، بل بالعكس طرد المعارضة الاريترية وضايق عليها المساحة. فأعتقد المعارضة في ضعف، ولكن الأسباب كثيرة، أسباب الضعف هذه كثيرة، من ضمنها الأساليب اللي استخدمها النظام لكسب ود النظام السوداني تختلف، وقد لا نستطيع أن نجاريها نحن كمعارضة. ما أعتقد حد من المعارضة يقدر يجاريها، ولكن اليوم حتى شرق السودان أصبح ولاية من ولاية سياس، يعني ما أصبح ولاية سودانية كما نعلم. نعم، يصول ويجول فيه كما شاء، أو سلطاته وعصاباته الأمنية. نعم. أستاذ إدريس، ماذا تقول في هذا السدد اللي هو عدم التوازن؟ نعم، المعارضة الإريترية أو النظام السوداني لماذا لا يستخدم المعارضة الإريترية ككرت ضغط على الحكومة الإريترية؟ هنالك عوامل كثيرة. أولى هذه العوامل أنا أعتقد رؤية الحكم في السودان للواقع، هذا في تقديري، وهو ليس بغرض اللوم ولكن بغرض إيضاح حقائق محددة، أن السودان إلى الآن لا يرى استراتيجيا علاقات واضحة يمكن التعامل معها مع المكونات المجتمعية. ربما يرى في وجود يعني مجموعة محددة ممثلة في السلطة هي من يؤمن الأمن القومي بشكل استراتيجي له، وهذا يعني هو فهم يعني بدأ يتنامى بعد الأزمة السياسية والتنظيمية في العام 1901 إلى 1981 وخروجها عن ساحة الفعل العسكري بشكل كامل. نعم. ولو لاحظت أنت بتجد هنالك العامل الأساسي هو عامل القوة. الجبهة الشعبية كانت عامل قوة، ومع أنه أنا الآن أتحفظ على أنه هذا النظام يمثل الجبهة الشعبية بشكل عام، لكن هي دي حقيقة الفعل الماشي أمامنا وتعامل معها، وكان يعني يعتبر الجبهة الشعبية هو العنصر الحاسم في الصراع ويجب التعامل معه كسياسة أمر واقع، واستمر على هذا المنوال، على الرغم من أن الحكم في إريتريا بعد مجيء الجبهة الشعبية في سلطة الحكم والاستقلال وكذا نجد أنهم تعاملوا بأكثر من عداوة لنظام الخرطوم، بل كان يقولون أنهم يعني مكلفون بتغيير هذا النظام في فترة وجيزة. وعلى الرغم من ذلك النظام في الخرطوم كان يعني يتعامل مع المسألة بنوع من البرود، ويعني ما قدر يؤسس إلى علاقة استراتيجية مع المعارضة. صحيح هنالك كان دعم، لا ننكر ذلك، كان دعما للمعارضة الإريترية موجود، ولكن نتيجة لحسابات الساسة السودانيين تعاملوا مع المسألة بوجه آخر خالص، وشافوا أنه يرجعوا إلى الحليف القديم الذين ساهموا مع الآخرين في أن يكون قويا ويشاركوا في أن يصل إلى سدة الحكم. إذن هل تتوقعون إفراجا قريبا عن المناضلين؟ والله طبعا التوقع موجود يعني، لكن احنا يعني ما نقدر نقول والله يا أخي بشكل يعني مضمون أن هذا الكلام حيحصل، ولكن هنالك تطمينات وهنالك اتصالات وهنالك
منها شعبية ومنها يعني رسمية ومنها علاقاتنا من خلال تواجدنا في السودان لفترة طويلة وامتداداتنا الشعبية، حتى يعني نحن جزء من نسيج اجتماعي ممتد كإريتريين بشكل عام كما تعلمون، وهذا قد يكون له دوره الإيجابي في مسألة الضغط على السلطة في الخرطوم، ولكن حقيقة لا شيء يمكن أن نقول أنه مضمون 100% هذا الإفراج سيتم يعني اليوم أو غدا أو في الأيام القادمة، ولكن الوعود موجودة وهنالك حسن نوايا، وعلى الأقل قاعدين يسمعوا كلامنا، يعني يستمعوا لكلامنا على الأقل من الناحية يعني الفعلية. هم يعني كل ما يأتيهم أحد مننا ويناقشون في الموضوع من القيادات الموجودة هناك هم يستمعوا إليه، هذا في حد ذاته نوع من الإيجابية. أستاذ صالح، كإعلامي ما هي الرسالة التي توجهها لأهل الحكم في السودان وبالكيفية التي نراها في التعامل مع المعارضة الإريترية، وكأن الأمر يعني لا يبدو قضية استراتيجية بالنسبة لهم؟ والله الرسالة فيها بسيطة، يعني خاف ربكم من المعاملة أو من النظرة الدونية التي يرون بها المعارضة. أقول لهم أن يفتحوا عيونهم ويعوا على التغييرات الحاصلة في المنطقة، وأن يروا مصالحهم بعيدة الأمد، وأن لا يخافوا من الانهيار، لأنه لو في تحالف الشعب السوداني والشعب الإريتري سوف لن يكون هناك اضطهاد وأمن السودان يكون مشان. لكن بالطريقة هذه يعني الحكومة السودانية قاعدة تعرض المنطقة للخطر. بس هذا هو يعني. نعم. شكرا جزيلا لكما الأستاذين إدريس حمد وصالح جوهر قاضي، وشكرا للمستمعين للمتابعة. شكرا. صوت المنتدى.
هذه نشرة الأخبار وفي مستهلها أبرز العناوين: استمرار الحجر على أموال المواطنين وإجبار أصحاب البيوت على تأجيرها بأسعار زهيدة. سلطة الاستبداد تستخدم صينيين للقرصنة المعلوماتية على الإريتريين. إلى تفاصيل الأخبار. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى في أسمرة بأن إدارات أحياء العاصمة تقوم بالتضييق على المواطنين واختلاق الأزمات بشكل مستمر، فقد شرعت في تقنين صرف الأموال المحتجزة بالبنوك بطلب تعبئة نموذج السحب النقدي مع ذكر الأسباب والحاجة للمال، مما خلق حالة من التذمر الشديد في أوساط المواطنين. وزاد الأمر سوءا حالة المحسوبية التي تفشت بين الموظفين الذين يسمحون بصرف الأموال، إلى جانب تهديدات رجال الأمن العاملين في هذه الإدارات للمودعين. كما أجبرت الإدارات أصحاب البيوت على تأجير منازلهم بأسعار زهيدة تتعارض مع القوانين والشرائع التي أصدرتها سلطة النظام الاستبدادي حول إيجارات البيوت والأحكام التي تقيدها. ونجم من تصرفات هذه الإدارات حدوث أزمة حادة بين المؤجر والمستأجر، فضلا عن الشروط والإشكالات التي تفتعلها هذه الإدارات، مثل تعبئة النماذج في فترة وجيزة دون إعطاء فترة كافية للمواطنين. قامت إدارة معتقل عد أبيتو سيء الصيت في 6 من هذا الشهر بتسليم 13 سيارة خاصة بمعتقلين تحتجزهم عندها لأسباب مجهولة إلى إدارة النقل الحكومي، والتي قامت بدورها بتوزيعها فورا على رجالات الأمن. ويعاني المعتقلون بعد أبيتو وميسروة من أوضاع غاية في الصعوبة لسنوات دون توجيه تهمة أو تقديمهم لمحاكمة، كحال كل المعتقلين في سجون ومعتقلات النظام الاستبدادي المنتشرة في جميع أنحاء الوطن. وتشير مصادرنا أن النظام الاستبدادي بدأ في مصادرة السيارات والهواتف الجوال الخاصة بالمعتقلين واستخدامها من قبل القائمين على هذه المعتقلات دون رادع قانوني أو إنساني. كما تشير نفس المصادر إلى أن أغلب المعتقلين بعد أبيتو وميسروة تم اعتقالهم بتهم الهروب من البلاد والتهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. تشير الأنباء الواردة إلينا من الداخل بأن النظام بدأ في تكثيف نشاطه المتعلق بالقرصنة على المعلومات، وذلك من خلال استئجاره لقراصنة متمرسين من الصين، والذين شرعوا منذ بداية هذا العام بالدخول إلى الحسابات الخاصة والإيميلات والهواتف النقالة وتفتيشها والتجسس على الأشخاص بالاتفاق مع فرع يختص بنفس المهام بالعاصمة أسمرة. وحذرت مصادرنا المواطنين من هذه الأعمال التجسسية الهدامة، ونصحتهم بإعادة تجديد حساباتهم وتغيير كلمات المرور بأسرع ما يمكن، تفاديا لشرور هذا النظام الاستبدادي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة. وفي نفس السياق قامت سلطات الاستبداد خلال هذا الأسبوع بتقليص قدرة توزيع خدمة الإنترنت لكي يتسنى لها مراقبة المؤسسات والأشخاص الذين يستخدمونها في الأوقات المسائية، وتجميع المعلومات وتفكيك رموزها لقضايا أمنية بحتة، في محاولة للتعرف على الحراك المقاوم الذي بدأ في تنظيم نفسه والتحضير لوضع اللمسات الأخيرة الكفيلة بإسقاطه والقضاء عليه. صوت المنتدى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.